في واقعة أثارت صدمة واسعة. عثر على الممثل المغربي منعم كباب بعد اختفائه لأيام، حيث وجد ميتا في مكان مهجور بالقرب من سكة حديد بمدينة الدار البيضاء. وقد جاء العثور على الممثل الشهير بعد جهود بحث مكثفة إثر غيابه غير مبرر الذي أثار قلق الوسط الفني وعائلته. وكان منعم كباب قد حظى بشهرة واسعة بفضل أدائه الاستثنائي في الفيلم الشهير المثير للجدل علي زاوا، حيث جسد شخصية رئيسية أسهمت في نجاح الفيلم وانتشار رسالته الاجتماعية والإنسانية. وتزامن خبر وفاته مع موجة حزن عبرت عنها منصات التواصل الاجتماعي، إذ عبر عدد كبير من النشطاء والفنانين المغاربة عن أسفهم لفقدان فنان موهوب، واصفين منهم كباب الشخصية المحترفة التي تركت بصمة مميزة في الساحة الفنية المغربية. ويشار إلى أن فيلم علي زاوا يعتبر من أبرز الأعمال السينمائية المغربية، حيث حقق إنجازات مرموقة بحصوله على 44 جائزة محلية ودولية، من ضمنها الجائزة الكبرى لأفضل فيلم في مهرجان ستوكهولم السينمائي الدولي لعام 2000، وجائزة الجمهور في مهرجان الفيلم المتوسط ببروسكل.